السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناة أمين فود اس في. اليوم راح نتكلموا على فريق ريال مدريد وسوق الانتقالات. ريال مدريد يعلن تعاقده رسميا مع ألكسندر أرنولد. ريال مدريد راهو جاب هذا الجوار. مرحبا بك في الملكي. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميا مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي، وهو لاعب قوية بعقد طويل الأمد دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. ماذا ما كشفوش عن هذا العقد، عن التفاصيل المالية، أعرف باللي راه مبلغ كبير. وكان أرنولد قد أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول. سي بور سا تسمى كيما محمد صلاح هضر عليه، هو راح ليفربول كان يستنى في الريال، تسمى كان هضر معها تشافي الونسو، هضر معاه من قبل، تفاهموا عن رحيله عن ليفربول بعدما قضى في صفوفه كل مسيرته كلاعب كرة قدم، منذ كان في فرق الشباب، لينضم بذلك إلى زميله في المنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام الذي انضم إلى الريال قبل عامين. ولاو لاعبين إنجليزيين ولاو يروحوا للريال. من قبل ما كنا نشوفوا غير لاعب أو اثنين على الأكثر. اثنين ما يفوتوش اثنين. على سبيل المثال في بكري في القديم كان بيكام وكان مايكل اوون. حتى اوون انا ما نسيتوش، كانوا يجيبوا لاعبين ولكن ما يجيبوش كثير، ما يجيبوش بزاف. احيانا كي يكونوا زعما النجوم يجيبوهم. ونجح فلورنتينو بيريز ومجلس ادارته في اتمام الصفقه قبل نهايه عقد ارنون بصفه رسميه مع ليفربول، حيث عقد ارنون هذا مع ليفربول ينتهي في 30 يونيو المقبل، وبالتحديد قبل شهر كامل، قبل شهر خلاص راهو كمل، حتى يتمكن من ضم اللاعب لصفوف الفريق الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية. عفوا. كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، راهي بعيد، راهي في أمريكان. كم مدة عقد أرنو مع ريال مدريد الإسباني؟ هذه اللي كنت نحوس عليها. كشف النادي الملكي في بيان رسمي أن عقد ألكسندر أرنو مع الفريق يبدأ فعليا من يوم الأول من يونيو حزيران المقبل، وينتهي في 30 من يونيو 2031. 6 سنوات، أي أن اللاعب سيظل في قلعة سانتياغو برنابيو خلال ال6 مواسم المقبلة. راح يكون صفقة ممتازة، صفقة ممتازة. أكد ريال مدريد بأن أرلون سيشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية، حيث سينافس الفريق بالبطولة من بوابة المجموعة الثامنة إلى جانب أندية الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي. راح يلعبوا مع الهلال ومع باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي. هذو الفرق على ما ريال مدريد من المفروض يربحوهم، على الورق راه رابحهم كاع. واستعرضت الحسابات الرسمية لريال مدريد مقطع فيديو تضمن أحد أفضل الأهداف التي سجلها ألكسندر أرنولد برفقة ناديه السابق ليفربول، مع عبارات ترحيب باللاعب، وهو المقطع الذي لقي تفاعلا كبيرا من عشاق الفريق الأبيض، وهو واحد منهم أنا. راكم شفتوا منصة إكس تاع ريال مدريد تقول ويلكم ترند، هذه وداروا صورة بيانفونيدو ويلكم تاع ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد. راكم تشوفوا مرحبا بيك، وغادي نتمتعوا بريال مدريد بالدفاع. انا بالنسبه لي راهي صفقه ممتازه، وتشابي الونزو راه عرف واش يجيب، لاعب ممتاز، لياقه بدنيه ولا اروع، قوه، تركيز، كيما نقولوا الفن، كيما نقولوا القدره الفنيه عنده، ممتاز تكتيكيا، رائع لاعب. راح يزيد نص في الريال مدريد، وريال مدريد دائما في القمه، وان شاء الله دائما يكون هو في القمه. احنا ماذا بينا يكونوا فرق اخرى يكونوا يولوا في القمه، لانه باش نشوفوا المتعه. احنا ريال مدريد احنا مش ريال مدريد، عفوا باش احنا في الريال في كره القدم احنا نحبوا المتعه. احنا ماذا بينا 5 أو 6 أو 7 أو 10 فرق يكونوا اقوى مثل ريال مدريد، ماذا بينا باش يكون تنافس بيناتهم، ودائما ما نعقدوش نعرفوا شكون راح يربح. هكذا تكون الفرجه وتكون المتعه. اما يمكن نعرفوا فريق او اثنين او ثلاثه فقط هما اللي على بالنا بلي راح يربحوا، هما اللي راح يدوا كل شيء، شويه يقتل المنافسه. هذه كلها من الاموال. ان شاء الله
ريال مدريد الموسم القادم يدي دوري إسباني، كأس الملك، دوري أبطال أوروبا. أنا كمشجع ريال مدريد من قديم، من يكون صغير. إن شاء الله أعزائي المشاهدين، قلنا واش رايكم في هذه الصفقة؟ صفقة ممتازة أو لا؟ وهل ألكسندر أرنولد سيقدم مستوى ممتاز أو لا؟ واش نقول لكم؟ شكرا لكم على المشاهدة. اتركونا تعليق شباب، ولايك، ما تنسوناش اللايك لأنه اللايك يدعم لنا الفيديوهات. وشكرا لكم، ونلقاكم فيديو قادم إن شاء الله. سلام.